went down low. Karatchenko didn't have any success. Elsevi's physical strength nearly went down. Karatchenko did amazingly stand up. Now Elsevi's crab water around the underarm, trying to get to the Mawaki. Karatchenko not get there. It's gone. It is Elsevi. وبعد مشاهدتنا للبطل المصري عبد الرحمن الصيفي لما أداه من صعوبات واجهته وتغلب عليها، والموقف اللي احنا شفناه من إعادة المباراة وغيره، احنا مش أهل الذكر في الموقف ده. وزي ما انتم عارفين برنامجنا بيتبع ان لازم يسمع اللي فاهم. أهل الذكر في المكان كابتن وليد عبد الحليم بطلنا المصري الكبير، أهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين وسعادتك بصحه وسلامه. احنا متعودين لما بيبقى عندنا قضيه او حاجه بنتناقش فيها عشان المشاهد او قارئ جريده المواني الاخباريه يكون مقتنع، لازم بنجيب اهل الذكر. اهل الذكر هنا مش فضيله الشيخ، مش البابا، انما اهل الذكر في مجاله. فهنا لما نتكلم عن لعبه السومو فلا بد من وجود كابتن وليد عبد الحليم. اهلا وسهلا، نورت الدنيا معانا. اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا بحضرتك. شفت الفيديو يا فندم وشفت بطلنا ازاي عارف يحافظ على بطولته؟ ما شاء الله. هو البطل عبد الرحمن الصيفي بطل واضح ان هو فارق عن الباقيين كلهم. لما هو في البطوله في المباراه النهائيه يكسب بالطريقه اللي انا شفتها في الفيديو دي، فده معناه انه الراجل ما شاء الله عليه يعني متفوق، ربنا يوفقه دايما. ده لغاله النتيجه وعدلوا المباراه. فاحنا مش عايزين نتكلم في جوده التحكيم او في حق الاتحادات، خلاص. احنا في الغالب حلقاتنا بتتذاع الاول على اليوتيوب قبل ما بتذاع على التلفزيون، فمش عايزين انتقادات للبرنامج، وعايزين نتكلم في الاطار القانوني بس بوجهه نظر حضرتك كامله. انا هقول لحضرتك، اتفضل. انا هقارن بين وضعين، لان انا اصلا يمكن حضرتك عارف انا بتاع جودو. تمام. الجودو مختلف عن السومو. تمام. لكن انا رحت مدارس سومو في اليابان. جميل. مدارس السومو في اليابان حاجه يعني مقدسه بشكل حقيقي. يعني طبعا السومو متصنف هو يعني اهم لعبه في اليابان بالنسبه للالعاب التقليديه. تمام. مش الالعاب الشعبيه. يعني هو هناك البيسبول هو اهم لعبه ليها شعبيه في اليابان، بتتفرج عليها في اليابان. انما بالنسبه للسومو هو اهم لعبه في الالعاب عموما بقى، مش القتاليه. في كل الالعاب ليها قدسيتها وليها مكانتها كلعبه تقليديه هناك. طبعا السومو في اليابان زي ما قلت لحضرتك ما فيهوش اوزان. تمام. يعني على سبيل المثال السومو في اليابان ما فيش اوزان، انما احنا لما نيجي ننقل بقى على الوضع اللي حاصل في بطوله العالم دي، بطوله العالم دي ما تخصش اليابان، دي تخص العالم كله. تمام. بالتالي عملوا اوزان وعملوا قوانين للعبه، واخد بال حضرتك. واضح ان التصرف اللي عمله البطل عبد الرحمن ان هو لما بطريقه تلقائيه عمل شقلباز، هو الراجل فرحان. عمل شقلباز، واخد بال. واضح ان الحكم يعني اعترض. واضح ان الحكم قال له يعني اهدى او خليك في مكانك او حاجه زي كده. انا بصراحه ما اعرفش قوانين لعبه السومو. هل ده خطأ؟ هو هنا الحكم اعترض وقال له دي مش من ضمن، ده هو حتى ما قالش قوانين اللعبه، قال له مش من ضمن آداب اللعبه. يعني بالبلدي كده بيقول له انت عملت حاجه مش مؤدبه، مع ان الراجل ما عملش حاجه، الراجل كان فرحان. انا زي ما حضرتك قلت، هم بالنسبه لآداب اللعبه، هم اللعبه دي في اليابان مقدسه، لكن طبعا هم لازم يفهموا ويطوروا القوانين. انت النهارده خصوصا يا فندم كابتن وليد، البطوله ما كانتش في اليابان، البطوله كانت في امريكا. في امريكا. ما انا واخد بالي. انا عايز اقول ان انت لما بتطلع بره بقى اطار اليابان وبتبقى لعبه في بطوله العالم بتضم كل دول العالم، لابد ان القوانين تتواكب مع الوضع الطبيعي. يعني انت فاهمني، ده رد فعل طبيعي بتاع واحد كسب وفرحان بالمكسب بتاعه، ميداليه ذهب. وعلى مستوى العالم انت بطل عالم، يعني انت مش بطل قاره ولا بطل الجمهوريه. حاجه جباره في لعبه
مهمه جدا ولعبه قويه جدا، واخد بال حضرتك. فانا الحقيقه مش قادر اجزم ايه يعني اللوائح اللي بتحكم اللعبه، لان انا ايه اللي يمنعني ان انا افرح؟ يعني ايه الحاجه من الاداب او من قانون او لوائح حتى اللعبه اللي تخليني ما افرحش ان انا بقيت بطل العالم؟ يعني ايه المشكله في ده؟ خلاص انا مش بتكلم كمعرفه، لا انا هنا بسال حضرتك يعني في حاجه تمنعني اقول برافو او افرح او اقول الحمد لله، او يعني مش عارف. حضرتك تتذكر ان برضو معايا برضو هي الموضوع مش تسييس او بشكل عنصري ولا حاجه، لا بس يعني الاهلي مش عارف في المغرب يحصل له ايه، مصر في بطوله كاس العالم بتتعرض للليزر وعادي يدوا بس غرامه للسنغالي وخلاص. مثلا حتى مدربنا في بطوله كاس افريقيا بيقول يا رب، رفع ايده في الملعب بيقول يا رب جسامه يديله انذار. طب ليه يا جماعه؟ يعني انتوا خلاص انتوا خايفين ناخد بطولات الدنيا كلها منكم، واحنا ما شاء الله شايفين عندنا ابطال، ليه؟ طب ما انتوا بيطلع من عندكم ابطال. الحقيقه هو انا مش شايف ان ده من وجهه نظر العالميه ان ده خطا، واخد بال حضرتك. احنا في النهايه بنحمد ربنا ان البطل عبد الرحمن اصر ثبت، قدر اصر وكسب بطريقه اوضح من المره الاولانيه. تمام، شفت حضرتك طياره بره الحلبه خالص. ده بالنسبه للسومو يعني ده انتصار كافح، اللي هو زي الملاكمه كده بالضربه القاضيه يعني بره الحلبه. يعني انا يعني اسمح لي جملتين صغيرين في الاخر. وكابتن عبد الرحمن الصيفي الف مبروك له، واتمنى ان هو هيتبع اجراءات القوانين واللوائح بتاعه اللعبه. وبفرح لما تيجي عندنا هنا مصر، يعني افرح براحتك وهناخدك على المطار ونعمل لك 100 شقلباز بس هات البطوله وتعالى، مش كده ولا انا غلطان؟ سعداء باللقاء الصغير ده، واتمنى بقى خلاص حضرتك تبقى صديق برنامجنا وجريدتنا، وان شاء الله البرنامج ينشر على اليوتيوب قبل الحلقه، وان شاء الله الحلقه القادمه يكون معانا كابتننا الكبير وليد عبد الحليم بصورته منوره. بس في المرات اللي جايه توعدنا ان حضرتك بنفسك تتواجد معانا داخل الاستوديو ان شاء الله. حاضر تحت امرك. شكرا كابتن وليد عبد الحليم.